ابراهيم الاحمد حمود من غايه الهيشه، واش من الزراعه، هو مصدر وحيد مصدر رزقنا هو الزراعه من سبب المضخه. ونطالب الجهات المختصه باصلاح المضخه، والناس تهجرت وتشردت الناس، والناس ما عندها شيء. دحون عند تل السمن، الناس وصلت لبنان، تركيا، الناس تشرد، الشعب تشرد. بمن راح على لبنان بيصير مفلح تل السمن، بتركيا مي ما بيه، زراعه ما بيه، مصدر رزقها الوحيد هو زراعه. طبعا الهيشه وضواحي الهيشه نسبه بسيطه 15% من المساحه او 10%. الجلاب، البليخ، عجلاب اذا عندهم 100 دونم يزرع منها 10 دونمات ما يقدر. دين خذ دين سلف، بناس خذت السيارات سد، يعني بناس خذت السلف، بناس خذت غنم دين زرعت. اليوم المازوت سلعه غاليه، العمل اليدوي غالي، والفلاح ما عنده شيء. على العامج بقرية الهيشة الشبل نعاني من عدم الاستقرار بسبب قلة مياه الشرب، وأكثر السكان هاجرت على مناطق الري.